انفصال دالا المهندس عن كريم مكرم حقيقة أم ترند وهيرجعوا لبعض تاني؟ بعد حذف صورها مع زوجها وجهت له كلام قوي جدا وجارح. وأخيرا دالا المهندس كشفت عن سر طلاقها بالأدلة وقدام المتابعين. يا ترى طلاق أم انفصال دالا المهندس ملكة جمال مصر 2019 عن البلوجر كريم مكرم؟ نفسية كريم مكرم بعد إعلان دالا المهندس عن طلاقهم وتصرفاته وردود أفعاله. هما الاتنين راحوا حفل تامر عاشور في العالمين، بس كل واحد قاعد في ترابيزة لوحده. هنبدأ بدالا المهندس وتصرفاتها. بعد ما دالا المهندس ملكة جمال مصر 2019 ميس ايجيبت، بعد ما خدت اللقب حبوا بعض هي والبلوجر كريم مكرم. اتجوزوا سنة 2022، عملوا زفاف كبير جدا. اكتر كابلز على السوشيال ميديا ليهم اصحاب عديدة جدا من الطرفين واصحاب مشتركة ايضا، وعزموا اصحابهم كلهم. اتجوزوا بس سنة واحدة، وبعد السنة دي جه يوم عيد جوازهم قرروا يعملوا فرح من تاني، وبالفعل عملوا فرح من تاني وفستان جديد وعملوا فوتو سيشن وخربوا الدنيا على السوشيال ميديا كلها وطلعوا ترند، وكانت شكلها زي القمر. وهما الاتنين كانوا مبسوطين جدا، واستضافتهم برامج واعترفوا على البرامج ان هما بيحبوا بعض جدا ومتفاهمين جدا. بس بعد السنة دي بكام شهر كتبت على صفحتها الموثقة في الانستجرام ان هي تم طلاقها اليوم، وفاجئ الخبر الجميع. وبالفعل اكدوا كريم مكرم على صفحته الخاصة بيه، وبعد طلاقهم اتصلوا بيهم البرامج عشان يستضيفوهم ويعرفوا ايه سبب الطلاق. رافضين رفض تام ان هما يطلعوا في الاعلام ويقولوا اي حاجة، وهي بنفسها دالا المهندس قالت انا مش هتكلم في حاجة خاصة بيا ابدا، اموري الخاصة دي على جنب وشغلي ده حاجة تانية، انا بس هتكلم في شغلي. وواحدة من متابعينها كتبت لها اسك سؤال، قالت لها ايه اكتر حاجة تخليكي تبعدي عن الشخص المرتبطة بيه؟ جاوبت دالا المهندس قالت لها هي الخيانة، استحالة استمر مع راجل في علاقة خيانة، ودايما الراجل بيخون لما بيحس بنقص. وقالت كلمتين في جنابه شديدين جدا، قالت كلمتين سيئين جدا في حقه. طلعت على ستوري في صفحتها وقالت الراجل لما بيكون عنده نقص في رجولته، لما بيحس ان الست اللي معاه بتبقى انجح منه في شغلها، اي نعم هو ناجح بس هي انجح منه في شغلها، فبيحس من هنا بالنقص وبيروح يدور على حد اقل منه شأنا عشان يحس بالسيطرة عليها. وده بالظبط بيحصل في معظم الاحيان، وطبعا كلامها موجه لطليقها كريم مكرم. وطبعا كريم مسكتش هنا وطلع رد في ستوري عليها بأغنية لتامر عاشور، وهي كمان ما سكتتش وطلعت ردت عليه بأغنية تانية لتامر عاشور. والغريبة بقى هنا في تصرفاتهم هما الاتنين، ان بعد ما اعلنوا طلاقهم ان هما الاتنين راحوا كل واحد الساحل، بس كل واحد مع صحابه ومحدش بيكلم التاني. قولولي معايا في التعليقات، هل هما بيعملوا ترند وهيرجعوا لبعض من تاني، ولا فعلا اتطلقوا وكده مش هيرجعوا لبعض تاني؟ ودي صور دالة وهي عايشة حياتها عادي خالص، وبتأكد على متابعينها ان هي مشغولة بشغلها مش مشغولة بأي شيء آخر يعطلها عن شغلها. وبالفعل كل يوم بتقدم منتجات شكل لمتابعينها وبتنصحهم بنصائح شكل مختلفة. وكريم أيضا عايش حياته مع أصحابه في الساحل ومقضيها، وكل واحد مقضيها مع صحابه ومش بيتكلموا نهائي. ودالا مسحت كل الصور
اللي تخصها مع طليقها سابقا، وكل الذكريات اللي على صفحتها الموثقة في انستجرام. وكذلك كريم مكرم عمل نفس القصة ونفس الحكاية، وكل واحد شال صور التاني من على صفحته. يا ترى بعد أيام أو بعد شهور هيرجعوا لبعض تاني، ولا كده خلاص خلصت الحكاية واتطلقوا فعلا عند مأذون، وانتهت خالص القصة ما بينهم هما الاتنين، برغم ان قصة حبهم كانت في البداية كانت قوية جدا ورومانسية.